ليه تقويم الاسنان بياخد وقت دايما؟ لان حركه واستجابه كل مريض بتختلف عن التاني، زي ما في عوامل تانية كتير جدا بتاثر، وهي التزام المريض بالمواعيد الدوريه كل شهر. واقل مده عشان تظهر نتيجه ملموسه في التقويم هي من 6 ل 8 شهور، مع ان اسنانك بتكون اتحركت من اول يوم ركبت فيه تقويم، بس لانك بتبص على اسنانك كل يوم طبعا فانت ما بتحسش بالفرق الملموس. والتقويم انواع مختلفه ما بين ثابت ومتحرك. والثابت في منه انواع: المعدني اللي بنثبت فيه السلك باساتك التقويم، او المعدني ذات التثبيت او الدايموند، او النوع الثاني من الثابت وهو السيراميكس، وده بيكون مش معدن لانه بيكون يا اما ابيض او شفاف، بس نتائجه بتكون متاخره شويه في المده وبيكون اغلى طبعا. نيجي بقى للمتحرك او الالاينرز، ده بيكون لحالات محدده اللي ينفع ليها، وبيكون عباره عن عضه لاسنان المريض مع تعديلات بسيطه، وبيتم تغيير طبقه الاسنان على فتره العلاج، وبرده طبعا بيكون اغلى. كل الانواع دي في الاخر بتوصل للنتيجه المرضيه للدكتور وللمريض، وبيكون في تصور للنتيجه دي من بدايه العلاج طالما اتعملت على يد اخصائي التقويم. وبعد كل ده طبعا الاهم هو المثبت بعد فك التقويم ايا كان نوعه، فانت لازم تلتزم بيه، ولو فك ترجع لنا العياده نركبه تاني، لان اسنانك في خلال اول سنه بعد فك التقويم قابليتها لانها ترجع لوضعها القديم بتكون عاليه جدا. وطبعا في عيادتنا متاح ده مع المتابعه بشكل شهري لو حاجه في التقويم وقعت. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.